ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. النهاردة الفيديو بتاعنا بسيط جدا عن بودرة الشجر والورد لأعمال الديوراما والماكتات. فيلا بينا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة هنجيب مبشرة وهنجيب قطعة سفنج اللي بتبقى موجودة في الشلت. لو مش متاح ممكن السفنجة بتاعة المواعين اللي بيبقى ظهرها اخضر دي، وهنبتدي نبشر بأصغر جزء في المبشرة. زي ما انتوا شايفين دي الكمية اللي انا عملتها. هنبتدي نعمل اول لون اخضر فاتح. الاول انا عندي لون اخضر فحطيت اخضر، وعشان افتحه حطيت عليه اصفر. عشان تبقوا عارفين اللون الاخضر بيتعمل من الالوان الاساسية، من اللون الاصفر واللون الازرق. عايزين تفتحوه بتزودوا اصفر، عايزين تغمقوه بتزودوا ازرق. فدلوقتي حطيت اللون وحطيت شوية مية وحطيت السفنج وقعدت اقلبه لحد ما طلع معايا اللون الاولاني. تاني حاجة هعمل اللون الاخضر الوسط، وبرضو نفس الموضوع، حطيت اللون وحطيت شوية مية صغيرين وقعدت اقلب وبعدين بسيبهم ينشفوا خالص. تالت حاجة عشان اغمق اللون الاخضر فحطيت اخضر وحطيت عليه ازرق. وبعدين بقى هنبتدي نعمل الورد. انا حطيت لون قرمزي، هو اللون ده هيديني شوية على اورنج بعد ما ينشف زي ما انتوا شايفين كده. واللون التاني عملته معاكم الاحمر، برضو حطيت اللون وحطيت عليه شوية مية صغيرين وحطيت السفنج وقعدت اقلبه جدا وبسيبه ينشف خالص وبعدين بستخدمه. وبكده الفيديو بتاعنا خلص. فلو عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك واحلى كومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.